السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا موضوع أكثر من مهم. بال 2013 صارت امتحانات خارجية للوقف الشيعي والسني، كملت الناس امتحنت. بعد فترة قصيرة الوقف الشيعي لغى نتائج الامتحانات، لكن الوقف السني خلاها تمشي وأخذ ومشى جماعته وحاليا امتحنوا امتحانات تكميلية. احنا نريد سيادة النائب، طبعا كل مظلوم اليوم وكل فئة مظلومة بالنجف تتجه لهذا السلام، بابا مفتوح دائما. اليوم احنا هذه مظلومية مكون سيادة النائب، يعني اني دائما بكل الميادين المكون الشيعي مظلوم، احنا نحس بمظلومية. اليوم ليش ما تعتمد نتائج الوقف الشيعي حصرا والوقف السني يمشي؟ انهم سووا ذكروا لي الاخوه امتحان تقويمي بالاسبوع 12، زين اكو هذه امتحانات خارجيه، اكو ناس بالحشد، اكو ناس عسكريين، صح. ناس كبار لهم التزامات، خلوا يوم واحد، يعني باليوم هذا تجي باليوم تمتحن الاسئله كلهن بهذا اليوم. اليوم احنا الناس، أنا أعتقد اللي أدري بيه سويت لهم جنابك الكريم كتاب، أخذت وجه تابع، لكن إحنا نقول هذه مو مسؤولية فقط النائب هذا سلامي، يفترض تكون لجنة نيابية، لأنه قلنا مكون كامل كلها كنت تنتفض. وبعد ما أعرف سيادتك المايك نشرب بيهم إن شاء الله، أريد يعرفون المسائل اللي راح تصير. شنو احنا مو يعني 1000 و2000، يعني على عموم العراق يعني 11000، يعني بخص النجف 2000 شخص فوق ال 2000 ما ندري بيه من سوى امتحان تقويمي. احنا يعني بالدوام كان وقت 11 كنا احنا من رجعت قالوا لي قبل يوم خلص. طينا صوتك شوي. نسدد مال التقويم مرة ثانية، يعني شلون قناة الشرقية والله هذا مو صحيح، امتحاناتهم يعني بعد الامتحانات اعترضت القناة، اعترضت. زين ليش ابو الوقف الشيعي اثر باعتراض القناة وابو الوقف السني مشاه؟ هو امتحان موحد سيادتنا، صح. احنا نريد نعرف هذا يكون يصير لحد هذه المظلومية. جونا مرت قبل فترة، نعم، حط الكتاب بيد اللجنة وللوقف الشيعي إن شاء الله. هذا الأسبوع راح نتابع إن شاء الله، نعطيهم وين وصلنا. الله يحفظنا. وصلنا المرحلة تتضافر الجهود النواب، إذا وصلنا المرحلة يعني رفض، نتجه للمحكمة الإدارية وإحنا ندعمهم. الله يسلمك. المحكمة الإدارية أحسنتم. إذا كان الوقف الشيعي يرفض يصر على كلامه، أروح للمحكمة الإدارية رسميا. هو امتحان موحد، ليش الوقف السني اعتمده؟ هسه الناس هم بطلوا وقالوا اذا ما تعتمدوا تسمح لي عيدوا لنا الامتحان، هم ما عندنا مشكله سهله، نريد نمشي امورنا ما ندور. انت لا تحتسب له حال اقرانا الوقف السني، ولا تقبل تعيد له امتحانه، ولا يعني ما اعرف شنو استاذ صاحب. احنا رحنا للتربيه، نعم، طبعا التربيه وقالوا لنا احنا ما عندنا كل معلومات على هذا الشيء، روح الوقف الشيعي. رحنا الوقف الشيعي قالوا عمنا احنا نمتحنكم تقويم، بس غير يجينا كتاب، غير يجينا امر، ماكو لا امر ولا كل شيء، غير مثلا يجينا امر. فهذا احنا بعد يمك استاذ هادي ان شاء الله زين، واحنا ان شاء الله ما نقصر وياكم. شنو شايفكم يعني بالوقف الشيعي؟ انا اكو ثالث واكو سادس. انت السابع صف امتحان ثالث متوسط، امتحانات مراحل منتهيه، مراحل منتهيه، سادس. وعندنا ترى هسه ابو الوقف السني، تسمح لي، هسه ابو الوقف السني اعتمد ذيك بال 13 مشى جماعته، وهسه مثلا ابو المتوسط بالثالث هسه جاي يمتحن سادس، ذاك اعتمده حسبه نجاح له. انا ليش جماعتي ما حد يحسب لهم هذه المساله؟ وهي ايضا رساله من ما ادري منو المسؤول، دوله رئيس الوزراء، الاخوه النواب. يعني هسه انا خاف صلاح على ذي ابو شلونك. انا بالاضافه ابو حسن، يعني اسمحوا لي انا هم
اعلامهم شاعر. احسنت. مرات يقول لك بارك الله فيك. تقول لي شيء او الحكم صاير بديك، وانا سابع جاري يسمع نوحي. ذاك بسمار البعث اذانه حيل، وهسه بسماره يشرق لوحي. ايش حصلت مني البعض غير الجروح، والاجاني اليوم زاد جروحي، والاجاني اليوم زاد جروحي. وعليكم السلام. صلوات على محمد وآل محمد.